انا احط مين؟ ياو يا لهوي على ابن اختي بيساعدني في الشنطه. مش عارفه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. تعالوا النهارده نجهز مع بعض شنطه السفر ونشوف هجهزها ازاي وهاخد فيها ايه. طبعا انا رصه فيها كل الحاجات الملابس الشخصيه وكده اللي هاخدها معايا. هنحط بقى فيها شنطه الطوارئ دي، انا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده. اللي ما شافش الفيديو هحطله اللينك في اول تعليق او في صندوق الوصف، يضغط عليها كده يروح يشوفها، هيعجبكم قوي. الشنطه بقى خدت فيها مرطب الشفايف والشفره والمرايه. خليت الشفره معايا عشان ممكن احتاجها او حاجه، لان هقعد اسبوع او 10 ايام. وطبعا معايا الكحول، وهاخد بقى معايا السباحه والقصافه والمبرد الصغير دوت عشان ما ياخدش معايا مساحه، والقصافه بتاعتي. وطبعا بقى فيها الوايبس والمناديل، وفيها بقى كل حاجه انت ممكن تحتاجيها. اخد بقى ايه، كريم المرطب ده، والكريم ده مش جونسون، انا حاطه فيه كميه كده من الصن بلوك عشان ما اخدهوش كله بردك وياخد معايا مساحه في الشنطه، ففضيته في العلبه دي وحطيته في شنطه الطوارئ. بس كده حطيتها بقى في الشنطه. لو عايزين تشوفوا بقى محتويات الشنطه كامله شوفوا الفيديو، سيبهولكوا في اول تعليق مثبت. دي بقى شنطه تاني كده، هحط بقى فيها حاجات بسيطه بردك، ميك اب، الديوترنت، اهو معجون السنان. هاخد طبعا معايا معجون السنان بتاعي والفرشة، دي حاجة اساسية. كمان هاخد القلم الروج دوت، لون يبقى نود كده هادي وبسيط عشان لو حبيت مثلا اخرج هناك ولا حاجة. ودي طبعا البودر بتاعت الحواجب بتاعت ان حلوة قوي. وهاخد طبعا الايلاينر، وبرضك ده قلم روج كده خشب حلو قوي لونه هادي. وده البلاشر كريمي بتاع اماندا او بريتي وومن مش فاكرة، برضك حلو وسهل. ودي فرشة الحواجب بتاعة البودر، وده طبعا الديودرنت معانا اساسي في اي حاجة. وبس كده هنقفل بقى الشنطة دي وهنحطها في الشنطة، وهشوف ايه بقى الحاجات التانية اللي هقدر اخدها. مش هحطها بقى في شنطة، هحطها في الشنطة كده على طول، لان مفيش شنطة تاني، محتاجين شنطة كبيرة لان هما كبار. هاخد بقى طبعا معايا كيسين مناديل كده، دي كيس مناديل ست على بعضها كده، انا بشتريها بخليها عندي في البيت عشان لو احتجت مثلا مناديل معايا في الشنطة اللي هي الصغيرة دي اخد منها. فخدت كده كيسين، وكان في كيس في شنطة الطوارئ، فكده معايا 3. ودي طبعا المحفظة بتاعتي فيها البطاقة وفيها الكريدت كارد والفيزا وكده، وفيها حاجتي كلها، وطبعا الليفة عشان لو حبيت اخد دش، طبعا هاخد دش هناك، فتبقى حاجتي برضو كلها معايا. ما طبعا ما ينفعش نستخدم حاجة مكان حد. ودي فرشة الشعر خدتها طبعا برضك معايا عشان اسرح بيها. وخدتني ايه تاني، خدت بقى البودر دي بتاعت الجسم، وخدت كمان الكريم بتاع الجسم دوت عشان برضو احط منه بعد الشاور. انا احط مين؟ ياو. وطبعا هنا نوحي ابن اختي ما سابنيش في حالي واحنا بنجهز الشنطه. وده الغسول بتاع البشره. سيبي تقولي. يا لهوي على ابن اختي بيساعدني في الشنطه. بس يا نونا هات، بس خلاص. مش عارفه بالراحة عليهم. بس كده الحمد لله خلصنا بعد اللعب والهزار والبهدله اللي نوح عملها فينا. انا احط الحاجه وهو يشيلها، انا احط وهو يشيلها، عايز طبعا يلعب. بس الحمد لله كده خلصنا ترتيب الشنطه، وخدت كل حاجه انا محتاجاها، والحمد لله مش ناسيه حاجه.
وبس كده يا حبايبي، هقوم بقى احضر الهدوم اللي انا هلبسها بكره وانا مسافره، وان شاء الله هعمل لكم فلوج كده حلو من اول ما اخرج من البيت لحد ما اروح محطه القطر ولحد ما اوصل. وان شاء الله استنوا فيديو يعجبكم قوي اول ما نوصل. باي باي.